السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راني جبت لكم الوصفه اللي كاع كنتو تحوسوا عليها، مطلوع سميد وفارينه وسميد وحده. تبعوني نوريكم كيف. هنا ندير طل سميد متوسط، 10 غرام ملح، ملعقه سكر، ملعقه كبيره خميره الخبز، 300 ملل ماء ما يعادل 2.5 كيسان، وملعقه تاع الزيت. لهنايا جيبوا كاس ولا طبسي، ديروا فيه الخميره، المغرفه تاع الخميره، المغرفه تاع السكر، وديروا فيها شويه ماء يكون دافي وخلوها تخمر. تقدروا ديروا يعني الخميره هذه كامل مع السميد وتخلطوا مي بصح هكا باش تضمنوا خير. خلطوها هكايا مليح وغطوها وحطوها تكوتي، خلوها تخمر واحد 5 دقائق هكاك. لهنايا جبت الملح تاعي درته مع السميد وخلطتهم مليح. ولهنايا شوفوا لي كيفاش خمرت الخميره تاعي، شوف كيفاش طلعت. نحطها لهنايا في السميد تاعي، نخلطها شويه هكا ونبدا نضيف الماء بالعقل. كما تعرفوا كل سميد وكيفاش داير، كاين سميد اللي يشرب، كاين سميد اللي ما يشربش. تسمى لهنايا الماء ديروا غير بالعقل وشوفوا. لهنايا طموا العجينه تاعكم مليح بالماء وضيفوا لها المغرفه تاع الزيت. دخلوا الزيت تاعكم مليح في لاباط ومن بعد دلكوها شويه. كما تعرفوا المطلوع تاع سميد يحب الدليك. ومن بعد كات نحطوها في ريسيبيون ونغطوها ونخليوها تخمر. ودوكا نروح نديرو مطلوع تاع سميد وفارينه. لهنايا عندي 350 سميد متوسط، 2 كيسان معمرين مليح، فارينه عندنا 150 غرام اللي هي كاس معمر مليح، ملح 10 غرام، مغرفه خميره، مغرفه تاع سكر، و300 ملل تاع الماء اللي هي 2 كيسان ونص. لهنا كيما درنا مقبله نخلطوا الخميره مع السكر مع الماء ونخليوها تخمر، ونخلطوا السميد والفارينه مع الملح. ولهنايا هاي لك الخميره تاعي كما كنت تشوفوا تفاعلت لي، حطيتها مع السميد والفارينه وبديت نخلط فيها هكا. ومن بعد بديت نزيد في الماء بالعقل. وكما قلت لكم مقبل كاين سميد يشرب وكاين اللي لا لهنا سما ردوا بالكم، ضيفوا الماء غير بالعقل وبداو تخلطوا كما كنت تشوفوا لهنايا. لهنا طميت العجينه تاعي وندير لها مغرفه تاع زيت ما ننساوهاش، ونبداو ندلكو فيها كما كنت تشوفوا لهنايا. هنايا كيف كيما درنا في الاول نديرو دوكا نغطو الخبز تاعنا وخلوه يخمر. وهنايا شوفوا لي المطلوع تاعي بعد ما خمر. لهنايا نجي نحيلو نهبط له الخمور ونبداو نقرصو فيهم هكا كيما راكم تشوفوا. كيما انايا هنايا هدايا تاع سميد وفارينه خرج لي 2 خبزات وقرصه صغيره، اما تاع سميد برك خرج لي 2 قرصات. يعني نتوما على حسب كيفاش تقرصوه، كبير صغير موين. لهنايا جبت شويه سميد ورمت، درت شويه فوق الطرشونه اللي كاني حنحط فوقها المطلوع تاعي، وبديت نرمد لهنا في القرصات تاعي كما راكم تشوفوا. نرمدهم مليح في السميد، بعد نغطيهم وخليهم يريحوا واحد 5 دقائق باش هكايا نقدر نفتحهم. ونفس الطريقه بالنسبه للمطلوع تاع السميد كيف هذيك. هنا نقرصوهم ونزيد نرمدهم في السميد، نزيد ثاني كنغطيهم ونخليهم واحد 5 دقائق هكاك ونجي نفتحهم. هايليك هنايا نجيو نفتحوا الخبزه تاعنا، نرشوا شويه سميد من تحت ونزيدو نرشوا فوقها شويه سميد ونبداو نحلو فيها هكايا كما راكم تشوفوا. ونجيب الحلال تاعي ونبدا نفتح لها، ما تضغطوش بزاف عليها. هايليك فتحوها على شكل دائري لهنايا. وكيف تاني نحلو كامل الخبزه تاعنا كيف ونحطوهم جهه، نغطوهم ونخلوهم يخمروا. على بالي بلي دوك الفيديو يجيكم طويل، مي بصح انا عطيت لكم كلش بالتفصيل باش هكا اي وحده ما تعرفش تعجن ولا تولي تعرف دير. هانيك اسهل ما يكون. لهنا هامليك شوفوا شحال جاتني من خبزه. من هنايا نجيو نطيبوا المطلوع تاعنا كما كنتوا شوفوا النار قويه، اللي ضالوا يسقسوني على النار الطاجين سمعولو كامل، لازم النار تكون قويه والطاجين يكون سخون من قبل. لهنايا نفس الحط كيما شتو كيما رفدنا المطلوع تاع الفارينه، كيف نفس الشيء نرفدو المطلوع تاع سميد وفارينه، وكيف نقلبوه هكاك في الطاجين، غير يبدا تنبل هكا نقلبوه في الطاجين. وشوفوا لي لهنا المطلوع تاعي كيفاش هو يتنفخ. كيما لهنايا هذه تاع السميد ما يتنفخش بزاف كيما تاع فارينه وسميد ولا فارينه وحدها. هنا شوفوا يتنفخ لي هكا شويه، ليسونسيال يجي فارغ من الداخل
كما راكم تشوفوا لي لهنايا، وبقاو تعسوا فيه وشوفوه وقلبوه هكا وهكا. اللي يحب تحوشيه من هكا في ليكوتي تقدر دير، اللي ما يحبوش هكا يبيض منا. كما تشوفوا هاي ليك هذا مطلوع تاع السميد، شوفوا لهنايا كيفاش جاني فارغ من الداخل وجاي خفيف وبزاف بنين. هاي ليك شوفوا لهنايا المطلوع تاعي كيفاش جا. شوفوا يعني هنايا الصورة تعبر عن نفسها، يعني جربوه وان شاء الله ينجح لكم كامل. انا نتمنى ينجح لكم وكامل تولوا تعجنوا، سورتو في رمضان. لازم في رمضان يكون كاين المطلوع فوق الطابله، ما كاينش شربه بلا مطلوع. جاياش لهنا هاي ليك القرصه تاعي اللي درتها كيف جات فارغه من الداخل، وشوفوا كيفاش تنفخت لي. ودوكا نجيو نطيبو تاع سميد وفارينه. شفتوا كيفاش نحطوها. هاي ليك شوفوا هنا نقلبوها نفس الشيء، يطلعوا النبولات هنايا نقلبوها. وكيف النار لازم تكون قويه، والطاجين تاعكم يكون سخون من قبل. انا لهنايا درتهم لكم في زوج على جهه باش هكا اللي تحب دير سميد وحده، واللي تحب دير سميد وفارينه، واللي حاب دير غير فارينه. اني مخليت لكم الفيديو من هنا. شوفوا لي لهنايا المطلوع تاعي كيفاش بدا يتنفخ، بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي لهنا المطلوع تاعي كيفاش بدا يطلع كما راكم تشوفوا لهنايا. وكيف نبقاو نعسو فيه باش ما ينحرقناش لهنايا. شوفي هذيك هنايا قلبتها الخبزه تاعي، شوفوا كيف كيما البالو. ان شاء الله كامل تجربوا المطلوع هذا وينجح لكم كامل. المطلوع هذا نجح 100%. كما شفتوا عطيت لكم تاع الفارينه وسيتوه وكامل نجح لكم وخرج لكم. هذا تاني سي كيف يخرج لكم. ما تنسوش برك تدعوا لي دعوه خير وتتابعوني وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير، واللي جربت تبعت لي، واي وصفه حبيتوها قولوا لي في لي كومونتير وشنو هي، وباينه بلي انني حنديرها لكم لهنا. شوفوا لي المطلوع هذا تاع سميد وفارينه كيفاش جاني خفيف وفارغ من الداخل. شوفوا شحال يشهي. الله ما تنساوش تسيوه يا البنات، سيوه ولازم كاع تعجنوا في هذا رمضان. وهذا الفيديو نسحقوا يتبارطاجا لو ماكسيموم، يتبارطاجا. وما تنساوش ديروا لي جام وتابعوني. سلام.